ارجعوا شباب لو سمحتوا معاهم بس شويه رجعوا شويه. عمار قربوا يا عمار يا عمر يا شباب افسحوا شويه عشان افسحوا شويه احنا جينا علشان الابطال والمبدعين اللي معنا. هاي بتخرج الكاركتر كامل. يستاهلوا كلكم تستاهلوا والله. الاستاذ الكبير الممثل يسكنكم معه الكوميديا صاحب القبل جالس عمرو عمار الميديا الاكبر وبطل الجمهوريه العربيه السعوديه المجنون ملاطف جيب الملايين المرتاح رزق الحيدري يا مرحبا صاحب المرفع المبدع ابونا الله يصلحك طبعا في انتظار الان مقابله مباشره عبر قناه الكاس. الصوت يقطع صوت ما اسمع سيدي تمام الشاب هذا عمرو عثمان ربي يحفظه ويبارك فيه. تستمر الاحتفالات بالنجمين الضائعين. دقوا هي يدق الرجال من الصوت مش واضح زيد شيء طير الصوت الحين شيء بسيط وملاطف. يا سلام بعدها اخلص معهم ما راح اطول نعملوا معهم. ايوه والله اللي تفعل لنا صراحه السعدي هكذا ونص ساعه واكثر لانه يا يعلق من هنا يا هنا. يقول لك تمام الان يا ملاطف هوش انا بنوصل له 2000 الان بيوصل له ملايين. انا بدأ ما تخلص المقابله ويجي واحد صح تمام. يا سلام عليك. نتمنى انهم يرجعوا بس لكن مره ثانيه. لا ما رجع مركنك ما رجع خلاص مع رؤية عدد الساعات المتبقية لانطلاق مونديال قطر 2022. يمكن هنا أمام هذه الساحة كانت أجواء جميلة مع الرحالة من اليمن اللي وصلوا هنا على أساس أنه يشاركوا الكرنفال هذا العالمي مونديال قطر 2022. عندنا عمار وعندنا عمرو جايين من اليمن ما شاء الله عليهم على السياكل. خبرنا عن رحلتك يا عمار. اهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا رحله استغرقت شهر و8 ايام قطعنا 2200 كيلومتر والحمد لله رغم الصعاب التي واجهتنا والتوقفات في المنافذ وهذه الاشياء لان احنا كنا صبورين واصرارنا قوي وحبنا لقطر نحن هنا ندعمها ومشاركين في قطر. عمار في احيانا حاجات حلوه لما تشوف ان انت ساير لهدف معين مونديال قطر مونديال عالمي الكل حابب انه يشارك باي شكل كان لكن هذه الامور الحلوه يمكن تخليك انك تتناسى التعب تخليك انك تدوس على العجله اكثر واكثر وتحمس هذا الشاب الصغير اللي عندك. اي نعم والله حبنا للمغامره اخترنا السياكل تحركها الى قطر ودعم قطر. شرف عظيم ان قطر تستضيف هذا المونديال. كيف شفت حفاوه الاستقبال؟ جميل اشكركم دعمك على راس سمو الامير على هذا الاستضافه الجميله وشرف عظيم ان الدوله العربيه تستضيف المونديال. نحن نتشرف فيك ونتشرف بهذا الطفل الصغير. كيف شفت الرحله؟ والله الرحله جميله. نعم. ما حسيت بتعب كذا ولا شيء؟ بأي رحلة ضروري قاعد تعب لكن التعب يتعوض. يهون يا سلام عليه مثل ما قال التعب يتعوض الأحلام هي تفوق التعب وتخليه انه يواصل هذه الرحلة على اساس انه يوصل ويحقق حلمه. الحين بعد ما وصلتوا هنا نرحب فيكم. عندنا هذا اللي ما شاء الله منهم قلت لي صح؟
شو اسمك؟ ملاطف ملاطف حبيبي، انت كنت مسوي طرب هنا. الحين نبي استقبال لهذول الدراجين، استقبال حلو يستاهلون بنكهه يمنيه. تحيه يا شباب. على سلامتهم. الجماعة كان عندهم بعد مقابلة على في درب لوسيل مثل ما ذكر، احنا ما راح نوقفهم كثير، نقول الحمد لله على سلامتهم. حلوة نشوف هذه المبادرات مع مونديال. تابعتوا الرحلة أول بأول، كنت أتابع الصغار خاصة أن عمرو ما أدري كم عمره، لكن ما شاء الله عليه باين أنه عنده أحلام كثيرة، متابعتكم لهم. خبرنا عن هذه الأمور، أكيد في مخاوف أنه على أساس أنه واحد منهم يتعب. أنا استقبلتهم على فكرة في المنفى، غطيت تغطية بكون صفحتي من كبار الصفحات في اليمن، غطيت شغال على السوشيال ميديا جدا جدا، وهذا أقل ما يكون القدوة. هؤلاء رسل السلام، رسل المحبة، هؤلاء رسالة من اليمن تقول نحن داعمين لقطر لاستضافة المونديال وأكبر حدث عالمي، ونقول 1000 مليون تريليون مليون لقطر. قطر أثبتت للعالم أنها قدها وجدود. فيري جود فيري جود قطر، فيري جود قطر. طبعا هذا اللي عندنا في كورنيش الدوحة، نرجع لكم تعويذة قطر اللي هي تعويذة البطولة، وسمى شعار البطولة.